عم عبده، النهارده كده عايزك معايا في مشوار. يا عم ماشي. المشوار ده فيه مصلحة حلوة يعني ولا زي كل مرة؟ يا عم متقلقش. فزر انا مين؟ انت مين؟ اكيد هتعرفني من صوتي. ده شيء اكيد يعني. انت فريدة؟ فريده؟ يعني كمان بتلمس ايديا وتقول لي يا فريده؟ فريده مين؟ انت هبة كده؟ يا نهار اسود، انا إيه ده؟ اسفه والله ما قصدتش ما اعرفش ان حضرتك، انا كنت فاكره خطيب عشان كان لابس سوت شيرت زي ده. خطيبك. هو انت بتعملي كده مع اي حد ولا ايه؟ هو انا عارفك عشان اعمل مع اي حد كده ولا اعمل مع اي حد تاني؟ طب عادي، اعتبرني لسه عارفين بعض برضه. حاجه عليا والله، انا ما اعرفكش بس انا عملت كده غلط والله. ولا يهمك. معلش بقى انا بعتذر لك. السلام عليكم. المفروض راح فين بس ده؟ ايه يا عم؟ مين دي وعين عينك كده في الشارع؟ يا عم ما تفهمش غلط، ده كانت زميلتي من ايام المدرسة يعني وكده. ماشي يا عم عبده، زميلتك بس مش في الشارع يا عم، ده انا اتحركت سبقت قدام شويه. ما حبت تدلعني بقى وانت ماشي جنبيا وكده. بس واضح بقى ان انت واد شبع بقى، والبت ايه بسم الله ما شاء الله جامده. يلا بس ما تتكلمش عليها كده، يلا بقول لك حبيبتي من ايام المدرسة، يلا امشي. طب يا عم بالراحه يا عم ما تزقش. اللي ما يعرفني لا ولا حاجه، انا لازم اعمل حسابي غير هدوم احسن. البت دي باين عليها سرقتنا ولا ايه؟ ايه يا عبده مالك وقفت ليه؟ في ايه يا ابني؟ ما يلا عشان نلحق نشتري الحاجات اللي بتقول عليها. لا اصل انا نسيت حاجة في البيت، مصلحة كده يعني، هرجع اجيبها. يا ابني طب والحاجه اللي احنا رايحين نشتريها لك دي؟ لا انا افتكرت مصلحة حلوة عنها كده بشوية. هو هيكون راجع عشان خاطر فلوس؟ تعالى يا عم وخد الفلوس اللي انت عايزها. يا عم ما انت شفت معايا الفلوس وانا طالع بقى من البيت. ايه يا عم احمد في ايه؟ انا هروح انا المشوار ده، مش هعوق عليك يعني، هي مصلحة كده على السريع. روح انت يا صاحبي وانا ابقى اجيلك. ماشي يا عبده، انا مش فاهم. وعمال تقول له صاحبته ومش صاحبته، ومحسسني انك مقطع السمكه وديلها. ايه يا ياسمين؟ بقول لك ايه، خدي بالك الواد راجع لك. لا يا عم ما تقلقش، ما انا عملت حسابي ولبست عبايه ونقاب كمان. لا الله ينور عليك يا بنت، عجبتيني. تمام ماشي يلا سلام. لو سمحتي، خير في حاجه؟ ما شفتيش واحدة لابسة فستان فاتح كده وفوق جاكيت؟ انت عبيط؟ هو انا انت عايزني اراقب الناس اللي رايحه واللي جايه وكمان اجي اقول لك يلا يا عم غرفه ده، ما تضيعش من وقتي. ما الغلط على فين بس؟ المنطقة ما فيهاش حد. ايه يا ست انت في ايه ايه؟ يا احمد، انا ياسمين مش لسه قايل لك لابسه عبايه ونقاب؟ الله يخرب بيتك ما عرفتكيش. يلا بس نمشي من نزلي هنا. النقاب ده يلا بسرعه. راحت فين بس؟ اتبخرت. انا دورت عليها في كل حتة. ايه يا عبده عايز حاجه؟ خد يا احمد. ايه يا عبده في ايه؟ مين دي يا احمد؟ يا عم وطي صوتك يا عم، دي واحده جارتي ابنها تعبان، اصلتني في مشوار رايحه اوصلها، بحطف عليها يعني يا عبده في ايه؟ ابنها تعبان برضه يا احمد. بقول لك ايه، ما تخليش دماغك تروح لبعيد. سلام انا بقى عشان ما اتاخرش عليها. سلام يا احمد. يقول لي ابنها تعبان، بيحاور على الواد ده ولا ايه؟ انا ادور على البت دي. يا بنت خلاص مش اهدي، في ايه؟ انا احمد عندي اوعى وراكي. يكون شك في حاجه. لا ما تقلقيش، انا كده كده قلت له ان انت واحده من جيراني وبساعدك يعني في مشوار. طب كويس الحمد يلا لله. بس يلا من تعالى هنا. نتكلم في البيت. تعالى اقعد يا ياسمين. قالوا ايه بقى؟ قعد يقول لي ده صاحبتي من زمان وبنحب بعض. علي انا؟ اه وعاش لي بقى فيها الدور وعمل حوار فاكس كده. خليه واول ما حس انه اتسرق احمد اتلخبط كده، انا ورايا مشوار وكان شكله مسخره يضحك. بقول لك ايه، انا هطلع انا بقى ايه اريح جوه. لا استني تريحي ايه، مفيش وقت، احنا عندنا طلعه تاني. يلا يلا قوم يا احمد كله ورا بعضه كده. يلا. يلا اهو، يلا روحي بقى وزي ما فهمتك انجزي. فزر انا مين؟ مين؟ ايوه يعني مش عارفني من انت صح. صوتي؟ لا صح، انا عرفت من صوتك. اخس عليك سحر. لا والله انا زعلت. لا انا ناس ما تزعليش. طب خلاص ما تقول اسمي يعني. انت هويده ولا صح؟ انت عارف وبتحب تضايقني؟ لا انت هويده، خلاص يا هويده بقى. هويده؟ يوه. لا انا مخصماك وانا إيه ده؟ يا نهار اسود. انت مين؟
انا اسفه ايه اللي في والله. الادب دي؟ انا ايه يا انت استاذ قاعد بس على يا النقاب أستاذ، يا استاذ. مالك؟ انا ماشي لقيت بتغمى عينيا كده وبتقول لي انا يا مين ومش أستاذ، عارف مين. اخويا والله العظيم اخوك مين وبتاع كان إيه لابس الأدب؟ قميص مربعات زي ده. اهدى بس، حصل خير يا عم. حصل ايه يا استاذ؟ لا انا مش هسيبها دي. يا استاذ بقول لك انا ما كنت فاكراك ينفعش. اخويا عشان كده ايه اللي في بهزر ادب؟ معاك. صعب على النقاب، سيت يا المنقبين. عم اعتبرها يا زي استاذ اختك. خلاص حقك علي، انا اسفه والله. اعتبرها زي اختك يا اخي، خلاص ما عملتش جريمه هي. ولا خلاص قلة انا ادب. اسفه يا استاذ، مش خلاص كده. يا استاذ حصل خير، خلاص يا استاذ اتكل على الله. خلينا هنا بقى. والله العظيم يا استاذ دي قله ادب دي. يلا معلش، يلا حصل خير، صباحك خير. فل. انت رحت فين يا عم؟ اهدي بقى على ما خلعت منه، احنا لازم نمشي حال عشان الواد ده شكله لبط وممكن هو حصل حاجه تاني ولا ايه؟ ما حصلش حاجه، طب بس يلا. يلا ما فيش وقت. التليفون راح فين؟ ايه ده؟ ده انا سرقت. يا ولد الكلب يا حراميه، بالبنت دي كانت حراميه والواد دي كان معاها. بطاقة؟ ايوه هو الواد ده. يبقى هما كده الاتنين مع بعض. والله ما انا سايبكم. عبد الرحمن، يا عماد سيبني بقى يا عماد. عبد الرحمن بالله عليك ما شفتش واحده كده منقبه ومعاها عيل؟ لا عملوا معاك ايه؟ سرقت يا عبد الرحمن، سرقوني، خدوا مني التليفون. هي سرقتك؟ قصدك واحده بقى لابسه فستان مش لابسه نقاب. ليه؟ ما انا سرقت انا كمان يا عماد. بس اعمل حسابك مش هتلاقيها، انا لفيت عليها الدنيا كلها ما لقيتهاش. لا يا حبيبي، اتبخرت. الواد اللي معاها واخد منه البطاقه ومكتوب فيها العنوان وانا هروح له. ارجوك يا عماد، ده خدوا مني مبلغ. حاول توصف لي طرقهم. يلا يا عم تعالى معايا. تعال. ادخل يا ياسمين. بس ايه التليفون ايه؟ جامد يا بت، الله ينور، شكله لسه جديد. وبعدين انت هتفضلي قاعده بالبتاع ده بقى يا ياسمين ولا ايه؟ ما اعمل ايه يا احمد؟ قومي غيريه بقى. مش انت قلت مش هننزل النهارده الشارع؟ ماشي بس ما بحبش اللون الاسود، ما بتفائلش بيه، يلا قومي غيريه. يعني حتى يا ربي في البيت، يعني مش هنطلع نعمل مصالح واغير كمان؟ يلا بقى خلاص، انت هتقعدي ترغي. ايوه هو ده. خد يا عبد الرحمن، هو العنوان ده اللي مكتوب في البطاقه. الوان خد يا عماد. ايه؟ انت متاكد من الالوان ده؟ ايوه هو ده اللي مكتوب في البطاقه. يا عم ده بيت واحد احمد صاحبي. يبقى هو. يلا. هو السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا عبد، تعالى اتفضل. ايه يا مش احمد؟ عارف، حاسس اني شفتك قبل ايه كده. مش فاكرني ولا ايه يا استاذ؟ انا اللي سرقت. انت اللي سرقتني، انت والبنت المنقبه اللي كانت معاك. ايه يا احمد؟ فين تليفوني؟ مش المنقبه دي تبقى جارتك ولا انا فاهم غلط؟ ايوه يا عم جارت، بس جارت عمرها ما تعمل كده، وانت تعرف عني يا عبد ان انا اقدر اعمل كده ولا عمري عملت حاجه زي كده؟ ايوه انت اللي عملته كده، ما حد سرقني الا انت. يا استاذ، وانا عشان أستاذ عماد. مسكت وقفت سكتكم وسلكتكم عن بعض يبقى عملت كده، يبقى انا اللي سرقتك فيها يا لا، استاذ. بقول لك ايه، ما حدش يعمل العمله دي الا انتوا كده. اصل هي بقى تغميني، ما لقيش التليفون، راح فين التليفون انا ما اعرفش. يا عم انا ما اعرفش، انا معدي لكم بتشتغلوا مع عماد. بعض. يا لا ما عماد. انا هنا لازم اخد تليفوني. يا عماد ده احمد صاحبي وانا عارفه، يعني اكيد مش يا عبد هيزعل الرحمن ما سرقتش انا، هم اللي سرقوني. انت فات محترم، وطي صوتك، وانت يا عبد ما تفهموا ان انا عمري ما اعمل حاجه زي كده. يا عم عماد ده ما يعملش كده، ده ماشي معاه بقالي سنين والسنين مش هيقدر يعمل كده، انا يا عبد فاهم. الرحمن صدقني، صاحبك ده هو اللي سرقني، هو والبنت اللي كانت معايا. جاي بتسرقني في بيتي؟ على فكره لو عبد الرحمن معاك بقى انا كنت مديت ايدي عليه. يا استاذ عماد اهدى، ده صاحبي ده وعشرة عمري. يا عم عشرة عمرك إيه؟ انت مش فاهم حاجه يا عبد الرحمن، ده انا لولا البطاقه وقعت منه ما كنتش هقدر اوصل له. مش دي بطاقتك يا استاذ؟ ايوه بطاقتي يا عم، هو انا يعني عشان بطاقتي ضايعه يبقى انا اللي سرقتك؟ اه هي دي يا عبد الرحمن، هي اللي دي. كانت معاه. استنى كده. هو في ايه؟ هي اللي سرقتنا الحراميه. يبقى هم مع بعض. بص اهدى بس. طب انت يا احمد تعمل كده في صاحبك؟ يا عبد اهدى بس، تعالى يا انا بنتي اقول هنا لك حاجه. تعالى هنا. بص يا استاذ، يا عبد فلوسك هترجع لك، وانت عايز بدل التليفون واحد واثنين وثلاثه انا هجيب لك، بس اهدى بس. اهدى بس يا جدع. يا ده انا كنت فاكرك صاحب عمري، طلعت اندل من ندالة. يا ابني انا كنت ماسكها لك عشان خاطر كل اهدى بس، كل اجيبها حاجه لك. لك. تجيب ايه؟ بقى هي دي جارتك ومعاك في البيت. ليه كده يا عم؟ اهدى يا عم. وانا عملت معاك ايه؟ يا عم انت هتعاتبه دلوقتي، انا عايز تليفوني، انا عايز حاجتي. انا هجيب لك فلوسك، انا هجيب لك فلوسك يا عبد، بس اهدى. احنا هنتفاهم بالهداوه يا عماد. مش انت بتقول انا صاحب عمرك؟ وحقك هتاخده مني انا مش منه هو. مش انت بتقول انا صاحب عمرك؟ ايوه كده يا عبد، فهمه بلاش فضايح. ما انا هفهمه. الو الشرطه؟ الحقني